أدانت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف طنجة مغني الراب الفرنسي المغربي وليد جرجي المعروف بمايس بعقوبة الحبس 7 سنين نافذة من بعد ما تابع في ملف جنائي ثقيل خلاه يثير جدل كبير في الأوساط الفنية والقانونية. هذا الفنان تتبع بتهم خطيرة، منها تكوين عصابة إجرامية ومحاولة الاختطاف والاحتجاز والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة فيها على خلفية الاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية كانت قد خطط تستهدف شخص كاين بينه وبينه خلافات مالية وتصفيه جسدياً. وزيد على هذا توجهوا لمايس اتهامات بل حرض عناصر من هذه العصابة باش ينفذوا العملية، ومن بينهم شخص كيسميوه قاتل مؤجر، حيث كانت الخطة تقضي بتنفيذ التصفية في مدينة مراكش قبل ما تتفشل في الدقائق الأخيرة من بعد محاولة اعتداء فاشلة كشفت ملامح هذا المخطط. هذه الإدانة كتعتبر منعطف جديد في المسار الفني ديال مايس اللي كان في السنين الأخيرة عامر بالنجاح في الساحة الفرنكوفونية قبل ما يلقى راسه متورط في واحدة من أخطر القضايا الجنائية المرتبطة بعالم الجريمة المنظمة. وفي هذا الوقت فين كاين في الفنان كل التهم المنسوبة له كي أكد بلي ما كاين حتى صلة بينه وبين العناصر المتورطة. فالمحكمة شددت على خطورة الوقائع وثبوت مؤشرات قوية على الدور دياله في التحريض والتنسيق، وهذا الشيء اللي خلاها تصدر الحكم ديال 7 سنين حبس نافذ. وبهذه الطريقة كي يثد القضاء المغربي الستار على أولى المراحل ديال هذا الملف المعقد، فاستنظار وجه دفاع الفنان غادي يقرر يستأنف هذا الحكم قدام الجهات القضائية العليا ولا لا.